السلام عليكم ورحمة الله. اليوم بنحضر مع بعض البطاطا المحمر والحار، لذيذ جدا في كل الأوقات. تعالوا نعرف الطريقة والمقادير، وبسم الله الرحمن الرحيم. في البداية معايا نص كيلو من البطاطس من الحجم الصغير، قشرتهم بهذا الشكل وقطعتهم إلى أنصاف. بسلقهم حتى يستووا، ولكن ما مش مرحلة تمام الاستواء، بنخليهم قبل الاستواء بشوية علشان لما نحمرهم ما ينهرسوش معانا. الآن وصلنا لنفس مرحلة ما قبل الاستواء، بصفيهم من الماء، ثم بعمل ملعقة من الزيت في صاج، وبعمل كذلك ملعقة من الزبدة. أذوب الزبدة، إذا ما فيش معك زبدة ممكن تكتفي بملعقتين من الزيت. بضيف البطاطس وببدأ أقلبهم في جميع الاتجاهات. بعد ما تتحمر البطاطس زي ما انتم شايفين تأخذ لون ذهبي بهذا الشكل، أضيف بقية المكونات. معايا هنا نص بصلة مفرومة، نص بصلة صغيرة ومفرومة، أضيفها على البطاطس. ممكن تستغنوا عن البصل إذا ما تحبوا. بضيف فلفل أسود نص ملعقة، ونص ملعقة صغيرة ملح. بضيف فلفل أخضر بارد وفلفل أحمر بارد. إذا ما فيش معاكي فلفل أحمر بارد ممكن تكتفي بالفلفل الأخضر البارد اللي احنا نقول له البيبار، يعطي نكهة لذيذة للبطاطس. بقلب البطاطس واستمر بالتحمير بهذا الشكل. بأضيف هنا نص ملعقة صغيرة من الثوم البودر، وبأضيف ملعقة صغيرة من الفلفل الحار. الفلفل الحار يعطيها لذة، وكذلك تكون حارة، وكمان يعطيها لون. بستمر بالتحمير والتقليب بهذا الشكل. الآن تقريبا انتهينا من إعداد هذا الطبق. بنقدمه، ممكن تأكليه على خبز أو ممكن بدون خبز. لذيذ جدا جدا في كل الأوقات، وتعمليه بسرعة. أتمنى يكون فيديو اليوم نال رضاكم واستحسانكم، وأتمنى تدعموا القناة باللايك والاشتراك وضغط زر الجرس ليصلكم جديدنا، فاللايك هو أكبر دعم تقدموه للقناة. وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله، وفي أمان الله.